تعال اقول لك ازاي تحسب عدد ساعات العمل للموظفين بتوعك باستخدام الباور كويري. يلا بينا. اول حاجه هنروح كده على الباور كويري ونحمل الجدول ده فيه. هنروحوا كده على قائمه داتا، ومن داتا هنختار فروم تيبل رينج اهو. بس اول حاجه نتاكد ان احنا واقفين على خليه جوه الجدول اهو. وبعد كده هيطلع لي المربع ده، هو بيقول لي هل الجدول بتاعك فيه هيدر. انا هقول له الجدول بتاعي فيه هيدر، هدوس اوكي. هنستنى لحد ما يحمل على الباور كويري اهو. حمل اهو على الباور كويري. ازاي بقى نحسب عدد ساعات العمل؟ بمنتهى البساطه. اول حاجه هعلم على وقت الخروج لان ده الوقت الكبير، فاحنا بنطرح الكبير من الصغير زي ما شفنا في الفيديو اللي فات. هعلم على وقت الخروج اهو، وبعد كده هدوس على زرار الشيفت وهعلم على وقت الدخول اهو. كده انا علمت على العمودين بتوعي اللي هو وقت الخروج ووقت الدخول. اتاكد ان هو لازم يبقوا بنفس الترتيب، الخروج الاول وبعد كده الدخول، عشان احنا بنطرح الكبير من الصغير. وهنروحوا على اديت كولن اهو بالمنظر ده، ومن اديت كولن هنختار تايم، ومن تايم هنختار سب تراكت يعني اطرح سب تراكت اهو. هيطلع لك اهو زي ما انت شايف عمود جديد اهو بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده. طبعا العمود ده بيبقى فيه كل القيمه اللي انت عايزها. اول قيمه عندنا هي اليوم، وبعد كده الساعه والدقائق والثواني، وبعد كده حاجه اسمها الملي سكند. طبعا احنا مش عايزين الكلام ده كله، احنا عايزين الساعات والدقائق بس. على اول حاجه هنسمي العمود وهوريك ازاي نحوله. انا هسمي العمود بتاعنا مثلا عدد ساعات العمل اهو. وهروح كده على هوم، ومن هوم هختار كلوز اند لود تو اهو. هو بيقول لي عايز تعمله فين زي ما انت عايز. عايز في شيت جديد، عايز في نفس المكان. انا هقول له في نفس المكان هنا اهو جنب الجدول التاني بتاعي اهو بالمنظر ده هنا كده مثلا اهو. وهدوس اوكي. زي ما انت شايف اهو الجدول التاني اتحمل اهو، في طبعا عدد ساعات العمل بالمنظر اللي انت شايفه ده. ازاي بقى نحول الكلام ده لساعات ودقايق؟ هنعلم كده على العمود ده كله اهو بالمنظر ده، وهندوسه على كنترول وواحد، او هنختار كليك يمين وهنختار فورمات سيلز، او هنروحوا على هوم، ومن هوم هندوسوا على العلامه دي اهي. هو هيظهر لي هنا اهو. هو هنا زي ما انت شايف حاطط الدي والساعات والمينت والسكند. انا مش عايز الثواني، هشيل الثواني، ومش عايز الايام، انا عايز بس الساعات والدقايق اهو. فسبت الدبل اتش نقطتين ام يعني الهور والمينت يعني الساعات والدقايق، وهدوس اوكي. حولهم لي اهو لساعات ودقايق زي ما انت شايف بمنتهى السهوله والبساطه باستخدام الباور كويري. طبعا الميزه دي مفيده في انك انت لو حطيت مثلا بيانات جديده بالمنظر ده زي ما انت شايف كده اهو، وجيت هنا على الجدول وعملت ريفريش، هيظهر لك اهو بشكل اوتوماتيك اهو الساعات بتاعته بمنتهى السهوله. لو عجبك الفيديو اعمل لي فولو، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.